هل الابراج هي علم نستند ليه ولا مجرد تسليه كده في اوقات فراغنا؟ طيب لو انا برج الثور وهي برج الجوزاء كده مش هنعمر مع بعض فعلا ولا اروح اخطبها عادي؟ طيب انا هيجي لي خبر سعيد فعلا يوم الخميس بالليل زي ما الجورنان ده بيقول ولا الجورنان ده بايظ؟ ايه هي الابراج وازاي ابتدت وامتى ابتدينا نربطها بالصفات بتاعه الاشخاص؟ هحكي لك. أول ظهور لعلم التنجيم كان في الألفية الثانية قبل الميلاد، وكان ظهوره في الحضارة البابلية القديمة لما ابتدوا ياخدوا بالهم من حركة النجوم والأجرام السماوية وإزاي الحركات دي بيلاقوا ليها تأثير على حاجات بتحصل في الأرض، فلقوا إن في نجوم معينة ليها شكل مميز، وعرفوا بعدها إن النجوم اللي ليها شكل مميز دي هي الكواكب، وبعدها لقوا إن في مجموعة من النجوم مع الحركة بتاعتها بتشكل أنماط معينة أو أشكال معينة، ودي اللي سموها الأبراج. ولاحظوا كمان إن القمر بيظهر في أوقات أكبر من حجمه المعتاد، ولقوا إن ده مرتبط بظاهره بتحصل في الميه وهي المد والجزر. ولقوا كمان ان هم لما يبتدوا يتابعوا الحركه بتاعه النجوم والكواكب فده هيديهم شويه مؤشرات على شويه حاجات زي تغير الفصول وتغير الجو والكسوف والكسوف وهكذا. ومن هنا وبعد الملاحظات دي كلها نشأ علم الاسترولوجي او علم الابراج والتنجيم. الناس في الحضاره البابليه كانوا بيشوفوا ان النجوم والكواكب دي بتمثل الالهه بتاعتهم، يعني مثلا كوكب زي المشتري ده كان بيمثل اله اسمه مردخ، وده كان الاله الراعي لمدينه بابل. كوكب الزهره مثلا كان بيمثل الاله اشتار اله الجمال والخصوبه. كوكب زحل كان بيمثل الاله نينورت اله الزراعه والصيد. عطارد كان بيمثل الاله نابو اله الحكمه. والمريخ كان بيمثل الاله نرغل اله الشمس والعالم السفلي. المهم ان شعب بابل اهتم جدا بالموضوع ده، واهتموا ان هم يراقبوا باستمرار حركه النجوم والكواكب، لان دي بالنسبه لهم كانت رسائل بتمثل حاجات هتحصل على الارض. وكانوا بيقولوا ان هم مع تغير الفصول كانوا بيشوفوا ان في ابراج معينه او حركات بتشكلها النجوم بشكل معين بتسيطر على السماء في الوقت ده بالليل، وهي دي الابراج اللي احنا عارفينها لغايه دلوقتي اللي بيطلق عليها زودياكس. علم الاسترولوجي بعد كده اتنقل لحضارات تانية كتير زي اليونانيين وزي كمان الحضاره المصريه القديمه، وتم استخدام علم التنجيم بطريقتين. اول طريقه وهي التنجيم او الكشف عن الماضي والمستقبل، ودي اللي كان اسمها ديفينيشن. والطريقه الثانيه وهي استكشاف الطبيعه البشريه وعلاقتها بالنجوم، اكسبلوريشن اوف هيومن ناتشر، وده اللي دارج لحد وقتنا دلوقتي. طيب نيجي للسؤال الاهم، وصلنا ازاي بقى للابراج دي؟ وعرفنا منين ان حماده اللي اتولد في اول شهر مايو هو برج الثور ونرمين اللي اتولدت في اول شهر 9 هي برج العذراء؟ عشان نجاوب على سؤال زي ده لازم نبقى فاهمين حاجه اسمها اكليبتيك بلان، او ببساطه كده حركه الشمس والنجوم. ودي تعرفها احنا ازاي شايفين حركه الشمس والنجوم دي من الارض هنا في خلال اوقات مختلفه من السنه. وعشان الموضوع يبقى محدد ومنظم اكتر، الناس في الحضاره البابليه قسمت مسار الحركه ده ل 30 درجه متساويه، واطلقوا اسامي على النجوم اللي بتبقى في المسار ده في الوقت ده. فهتلاقي ان اول السنه مثلا بيبتدي ببرج الجدي، وبعد كده برج الحوت، وبعده برج الدلو، وبعده برج الحوت، وبعده برج الثور، وبعده الجوزاء، وبعده السرطان، وبعده الاسد، وبعده العذراء، وبعده الميزان والعقرب والقوس. وده بدوره اتنقل من الحضاره البابليه للحضاره اليونانيه، بس الحضاره اليونانيه جودت شويه في الحته دي. يعني بالنسبه للحضاره البابليه التقسيمه دي كان ليها علاقه بتغيير الفصول والمواسم والكسوف والمد والجزر والحاجات دي كلها، وكل ده على حسب مزاج الالهه بتاعتهم طبعا. بس الحضاره اليونانيه خدت الموضوع ده وما كانش بالنسبه لها مقتصر على الظواهر الطبيعيه بس، ده الالهه كمان في معتقداتهم ليها دخل مباشر بالابراج او النجوم دي، وبالتالي هي ليها تاثير على الجنرال مود او الصفات بتاعه كل برج اللي بتختلف من برج للتاني. ده بل كمان عملوا تصنيف للابراج دي، واعتقدوا ان كل علامه من الابراج دي بتندرج تحت عنصر متحكم فيها. يعني مثلا الجدي والعذراء والثور دي ابراج ترابيه، ودي صفاتهم ان هم ناس متاصلين زي الزرع كده ما هو مغروس في الارض او التربه بتاعته، وبالتالي دي ناس تقدر تعتمد عليهم وتثق فيهم. الدلو والجوزاء والميزان دول ابراج هوائيه، وبالتالي دول ناس تقدر تتواصل معاهم وتندمج معاهم بشكل كويس. برج الحوت والسرطان والعقرب ابراج مائيه، ودول بيبقوا ناس عاطفيه وحساسه. وفي الاخر برج الحمل والقوس والاسد دي ابراج ناريه، ابراج متحمسه وشجاعه ومسيطره. وطبقا للصفات دي اكيد هتلاقي ان في ابراج بتتوافق مع ابراج تانية وفي ابراج مش بتتوافق مع ابراج تانية. مع مرور السنين بقى وتقدم العلم وادراك حقيقه ان الارض والكواكب هم اللي بيدوروا حوالين الشمس مش العكس، وان الكون اكبر او اعظم بكتير من ان السيستم بتاعه او النظام بتاعه يتشكل على اساس انماط معينه، وبقى علم الاسترولوجي او علم التنجيم بقى علم مفضوح شويه في الوقت ده، فتحول
من علم الاسترولوجي الى علم الاسترونومي، علم الفلك. ومع ذلك لغايه النهارده موضوع الابراج والحظوظ والصفات بيتم استخدامه في كل حته، سواء على سبيل الهزار والتسليه او على سبيل التنبؤات. لان لغايه النهارده في ناس بتطلع في برامج، وغالبا البرامج دي بتبقى في راس السنه، وبتقعد تتكلم ان السنه دي هيحصل فيها كذا وكذا، وان البرج الفلاني هيقابل حب حياته، وان البرج الفلاني هيلاقي اخبار سعيده او اخبار وحشه وحاجات من دي كتير. فقول لي بقى في الكومنتس بعد ما عرفت قصه الابراج ونشاتها، هل انت مقتنع بيها ولا لا، او بتصدق فيها ولا لا؟ واعمل لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.